ها واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فطوري اليوم الثالث من رمضان ان شاء الله. غنشارك معكم الفطور اللي بسيط وشهيوات اللي بسيطه جدا وسهله. انا قبل ما كنبدا، قبل ما ندخل الكوزينه او لا، قبل ما نبدا نطيب، كنمشي لداك الصالون، كنخبطو، كنمسحو، كنشطبو، ونبدا نستف ونمسح هذيك الطبله، ونبدا نستف فيها المواعن كيما شفتوا، البلاطو والكيسان، الزلايف والمغارف والطبيصلات اللي فيهم الشباكيه والصفوف والتمر والزيتون والفرماج. عاد كنتهنى وندخل نقول اشنو غندير في الفطور اليوم. كنبدا نخمم هذيك الفكره، اشنو غندير اليوم، اشنو غندير اليوم. في الاخر كندير الفطور كما كتشوفوا اليوم. جابده القصريه، يعني اليوم كاينه القصريه وكاينه العجينه اليوم غنعجن الخبز والشيار. عجينه غنقسمها على الخبز والشيار كما كتشوفوا. هادشي اللي في الزلافه اللي درت، هذا شويه الزيت والزبده كانوا شاطوا عليا من المسمن اللي خبزت به. المهم العجينه انا درت فيها القمح الفورس والسيمولينا، درت فيها الخميره، الملحه وشويه السنيده كيما شفتوا. خليتها حتى ارتاحت وخمرات، وعاد قرصتها قسمتها على جوج، ثلاثه الخبيزات واربعه الشيارات. يعني هذاك الشيء بسيط باش كل نهار نعجن حاجه، يعني ما كنبغيش انا الحاجه نديرها في المجمد. صافي غسلت القصريه وجمعتها وقاديت ومسحت داك البوطاجي. ودابا غندير الطاجين بالدجاج وبطاطا فريت والزيتون. هاد الطاجين هذا راه الصراحه صدق واعر. انا جبت دجاجتي. هاد دجاجتي غنشدها، غنسلخها مزيان من الجلده وغنكرطها من الشحمه اللي فيها. وانا كنكرط فيها وانا كنمسح فيها بالحامض وكنعصر فيها الحامض. كما كتشوفوا حيدت منها الجلده وكنحاول انني نكرطها من الشحمه، ورانا كنغسلها بالماء سخون صافي. وكنبقى نقي وكنبقى نمسح فيها بداك الحامض ونعصر لها الحامض صافي. من بعد كما شفتوا رانا عصرتها وحطيتها في الطاجين. غسلت هذيك القرطه، حيدت منها داك الشيء ديال الدجاج. ها هي الدجاجه. دابا غنبدا نضيف التوابل اللي عباره عن الابزار والخرقوم ولا الملون الاصفر ولا شنو كتسميو، راه كل بلاصه وشنو كيسميه. مهم الخرقوم الاصفر، تصفيره الخرقوم. والسكينجبير والملحه وسميتو الثومه هي راه كيقولك مكروهه في هاد رمضان، ولكن يا ربي تغفر لينا وسمح لينا. الدجاج راه الا ما كانت الثومه راه ما كيجيش مزيان، يعني ما كتحيدش منه ديك الزفوريه. مهم الثومه غديروا جوج في الصوص ديال الثومه. والربيع انا هنا غنستعمل هذاك الربيع المجفف. نتوما غتشدوا الربيع المعدنوس والقزبر وغتقطعوه رقيق، وغتبداو تشرملوا به هذيك الدجاجه، ثم زيت الزيتون. هادو هما التوابل بسيطه يعني، وكاينين في كل بيت. انا هاد الثومه هذه راه كنشريها واجده كما شفتوا. هذه هي القرعه هذه كنشريها انا كما شفتوا. درت هذه راه تقريبا جوج ثومات محكوكين. كتعجبني انا الثومه مع الدجاج. الملحه حاولوا انكم ما تقويوش الملحه، لانه الطاجين راه ما كنديروش فيه الماء بزاف، راه كنخليوه يطيب على المهل. كنديروا داك نص كاس ديال الماء كنخليوه يطيب عليه. وحتى الزيت حتى هو ما تقويوش الزيت. راه الا قويتو الزيت في الطاجين اشنو كيطرح؟ الزيت راه ماشي بحال الكوكوط، يعني ديك الكميه ديال الزيت اللي كديروا في الكوكوط ماشي هي اللي كدار في الطاجين. خاصكم تقلوا الكميه ديال الزيت في الطاجين، لانه داك الروا كيبقى طالع داك الزيت هكا كتجي بحال مزيت. نص حامضه انا زدت عليها الحامض، عصرت عليها الحامض تقريبا. نص حامضه غسلتها بها ونص حامضه عصرتها في الطاجين. حيت الحامض المرقه ديال الدجاج بالحامض راه ما كتجيناش حامضه. هذاك الدجاج كيشرب هذاك الحامض وكيجي بنين. الا ما كانش عندكم زيت الزيتون، ديروا الزيت النباتيه اللي كاين عندكم في الدار ديروه. راه ماشي ضروري زيت الزيتون هو اللي غيبن، لا ماشي راه اليد اللي كتبنن المهم الوحده اللي كتعرف الطياب وعارفه الكميه ديال العطريه، هذيك هي اللي ماشي ضروري. راه واخا الوحده يكون عندها التوابل راه كتكون ما عارفاش حتى
ما كتعرفش الكميه ديال التوابل، تقدر تزيد تقدر، وما كتصدق ليها المرقه خايبه. ايوا صافي كما شفتوا انا جبت بصله وقطعتها على شكل طولي. الدجاجه راه كتقلى ليا في الطاجين، انا راه قلبتها على الجهه الاخرى. دابا غنعاود نقلبها وغنضيف ليها البصله اللي قطعت كما كتشوفوا، وغنشدها بعدا. اول حاجه غنتقبها بالفرشيط باش يدخل ليها الطياب في داك الصدر، حيت بعض المرات كيكون الصدر. المهم انا نتقبها احتياطا. وصافي راه كيما شفتوا ضفت البصله. كندير من نص كاس ديال الماء حتى الكاس ديال الماء في الطاجين، وغنقوس عليها البوطون نخليها طيب على المهل. ومن بعد انا غنزيد نضيف الزيتون وغنضيف الحامض. المهم هذا هو الطاجين. كما شفتوا انا راه ضفت الزيتون خضر والحامض وراه مخليها كطيب على المهل. ومن بعد غنبدا نسلق البيض اللي تا هو شي حاجه اللي ضروريه في الافطار، هو البيض المسلوق. كما كتشوفوا هاد البريريد راه مخلياه خصوصي البيض المسلوق، يعني ما كنستعمل حتى شي حاجه نسلق فيه، هذا نخلياه على حساب البيض باش نسلق فيه البيض. ايوا صافي غنحطو يتسلق غنمشي. المهم ملي غيتسلق غنقيه غنقطعو غنقادو في الطبسيل وغنمشي نحطو حتى هو في الطبله مع صحابو الطباصل الاخرين. ايوا الشهيوه الثانيه اللي هي الكروفيت اولا القمرون اولا كل واحد وكيفاش يسميهم. المهم هذا الحوت هذا الكروفيت هذا راه البنات سمحوا لي راه كنت كنسحب راسي كنصور فاش كنت كندير في التوابل، ولكن انا راه ما كنصورش. المهم التوابل اللي درت فيه التحميره، درت فيه الابزار، درت فيه شويه الملح، ما قويتش ندير شويه الملح. صافي هادو هما التوابل اللي درت فيه. ودرت فيه الثومه غبره، درت فيه الثومه غبره ودرت فيه زيت الزيتون وعصرت فيه نص حامضه. دابا راه غنعاود نعصر فيه الحامض لانه كنوريكم عاوتاني زعما هو راه قد ما شرب الحامض راه مزيان. صافي وغنحطو فوق البوطه يطيب. هو خاصك تجهدي عليه شويه، ماشي تجهدي عليه بزاف، متوسط. هو خاصك تجهدي، ما خاصكش تنقصي، ما خاصوش يطيب على المهل. غير هو راه كيطلق الماء، داك الماء اللي كيطلق هو اللي كيطيب فيه وكيبقى حتى يتحمر ويتشرب، راه كيجي بنين ورائع. المهم هذا هو الكروفيت كما كتشوفوا جا على هذا الشكل. هذه الحريره رانا وجدتها غير ما شاركتش معكم لاني فايته مشاركه معكم في الاول ديال رمضان. الطاجين راه كيطيب على المهل يجي مع الفطور. صافي حطيت المقله سخن، خمر ليا بعد الشيار راه حطيته يطيب. وحتى الخبز راه ما وريتكمش، الخبز حتى هو راه كيطيب في نفس الوقت. الشيار ها هو، مهم راه كيجي رائع. الشيار فيه القمح، مهم فيه القمح راه كما كتشوفوا. ها هو الشيار، 4 شيارات و3 الخبزات. انا راه حطيتها جوج خبزات، خبزه راه خليتها، يعني 3 الخبزات بزاف. 4 شيارات و2 خبزات. صافي حتى هو ديتهم حطيتهم فوق الطبله كما كتشوفوا. ديك راه بطاطا فريت هذيك بغي ندخلها للفران، انا غنطيبها في الفران ما غنقليها ما والو. المقراج عمرتوما باش نعمر براد ديال اتاي. ضروري اتاي حنا عندنا في الفطور ضروري ولا بد. ايوا اتاي هو المطاب. البراد راه مشلل، راه ما وريتكمش، راه شللت اتاي والسكر. ايوا عمرته غنحطو يتشحر، ومن بعد غندي حتى هو غنحطو في البلاطو فوق الطبله. ايوا هاد الطويجين كي جاكم كنتمنى يعجبكم هاد الطويجين وتجربوه. والله البنات لهداك الدجاج كيجي شارب الحامض وكيجي بنين بنين بزاف. والكروفيت راه هو حتى هو طاب. الحريره ها هي راه كملتها في التدوار. مهم الحريره انا راه ديالي هي هذه، راه ساهله بسيطه. هاد الشيء راه من بعد ما فاش جيت في الخدمه وجدت هاد الشيء. ايوا صافي الحريره كدور كما قلت لكم. راه قلت لكم السر باش تعرفوا الحريره كيفاش طابت. الكشكوشه هي السر. ايوا الاذان ما بقى ليه والو ياذن، الطبله راه قاديتها وستفتها. ايوا هذا هو الفطور ديالي البسيط، طويجين كروفيت خبيز وشيار. المهم كنتمنى يعجبكم والسلام عليكم.